وبالتالي لو انت عايز الاي يبقى هتساوي مجموعهم، يعني هتساوي ايه؟ اي جي زائد اي اس. يبقى الاي بتساوي ايه؟ اي جي زائد اي اس، اللي انت ممكن تشيل الاي اس وتحط بدلها في على ار اس. طيب مين اللي فرق جهده اعلى؟ فرق جهد الجلفانومتر ولا المجزئ؟ الاثنين بيساووا بعض، فانا ممكن بدل ما اكتب في اس اكتبها في جي. وده قانون مهم جدا عشان يحل الرسم البيني ده، ان لو هنا اي وهنا 1 على ار اس وعامل لي خط كده، في الحاله ديت عشان نجيب الميل بنركز مين الصاد؟ الصاد هو الاي. طب عرفت ازاي يا استاذ؟ مرسوم على الصاد. مين السين؟ اللي هو 1 على ار اس اللي هو ده. طب مين اللي مضروب في السين؟ اللي مضروب في السين هو الميل، يبقى الفي جي هو الميل. طب مين اللي لوحده؟ اي جي، ده اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات.